جارتي عزمتني النهارده على الفطار على ملغوله، ودي بتتعمل بالملوخيه الناشفه، بس مفيش فيها طعم الملوخيه اللي بنطبخها خالص. دي بتكون على البارد بدون نار خالص. والله العظيم حاجه كده جميله قوي، الضمايطه كلهم بيعملوها. عندي هنا بصلايه وثلاث طماطمات وليمونتين وقرن شطه حامي او فلفل اخضر للي ما بيحبش الشطه، طعم الشطه مش بيظهر فيها قوي. وهنا قطعت البصله ناعم كده زي ما انتم شايفين، وعليها الطماطم برده حته صغيره، وعليهم قرن الفلفل الحامي، بس بصراحه خفت احطه كله فحطيت نصه بس لقيت ان هو يعني مش مؤثر قوي، يعني مش حر للدرجه اللي هي، يعني عشان طبعا كله على البارد. وهنا عصرت بقى الليمونتين عشان بصراحه طعم الليمون وهو ظاهر فيها بيبقى جميل قوي، وحبه ملح وكزبره ناشفه، وهحط الملوخيه الناشفه. حطيت حوالي 3 معالق كبار ملوخيه ناشفه، وللعلم انا ما بحبش طعم الملوخيه الناشفه مطبوخه، بحب الملوخيه الفريش الخضراء، بس دي طعم تاني خالص بجد، هتوديك في حته تانية. وضافت معلقه كبيره زيت، وممكن طبعا الاستغناء عنها لو انت هتعمليها دايت، ولخبطتهم مع بعض كده ودعكتهم كويس قوي، وبعد كده بتخففيها بالميه بالقوام اللي انت تحبيه.